الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده هنعمل السمان في المعمر. انا عندي سمان اهوت، اي العدد اللي انت عايزاه، مغسول ومتنضف ومنقوع ومعاه حاجته، وعندي بصل مفروم، وعندي توابل ملح وفلفل ورشه جوز الطيب ورشه حبهان رطب. هحطهم على البصل وهدعك البصل كويس قوي واحشي بيه السمان، لان انا هحطه جوه الرز واللبن يبقى مدفوس في قلب المعمر. بس قبل ما احطه في المعمر هحشيه واحمره بمعلقه سمنه علشان يبقى لونه احمر لما يتحط في المعمر. شايفين انا حشيتها من جوه اهو، وهحط معاها الكبده بتاعتها ونصايا كل حاجتها هي هحطها معاها مع البصل من جوه كده، وهقوم قافلاها من رجلها كده، وبعدين هكمل الكميه كلها بتاعتي. يعني امسكهم كلهم هحط فيهم البصل من هو من جوه من هنا كده من قلبها، شايفين من قلبها، وهخلصهم كلهم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص انا حشيت السمان كله. على فكره ممكن يبقى سمان او حمام عادي وهعمله في المعمر. انا معايا معلقه سمنه على معلقه زيت، همسكه كله بقى احمره لما يبقى احمر كانك بتقدميه، لان طبعا هو هيتحط في المعمر غير معاه لبن، فهيبقى ايه ابيض لو ما اتحمرش. ما شاء الله حمرت السمان او الحمام وحطيته في الصينيه اللي هعمل فيها المعمر. بعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه. ما شاء الله انا حمرت الحمام او السمان وحطيته في الصينيه. انا عندي الرز مغسول، همسكه احطه كده في الفراغات اللي بين الحمام او السمان في قلب الصينيه اللي هطبخ فيها، وهحط ملح وهسقيه معايا اللبن اهو، هسقيه اللبن ونشوف مع بعض. حطيت الرز في الصينيه، همسك اسقيه باللبن بقى لحد ما المعمر عاده بيحتاج لبن كتير، لازم احط كميه لبن زياده علشان يبقى سايح وجميل. وعندي برضو معلقه قشطه كده وش اللبن، او لو قشطه عاديه لماه وهحطه على وشه، ونشوف بقى نحطه في الفرن. اهوت وقطعت الوش القشطه على الوش، لو ما فيش قشطه معلقه سمنه بلدي جميله. انا الدهون ديت اللي انا شوحت فيها وقليت فيها الحمام، ما رميتهاش، انا حطيتها هتدي للمعمر دسامه، لان المعمر بيحتاج يكون دسم وجميل. وهحط الوقت في الفرن وبألف هنا وشفا. بحط الملح حسب كميه الرز بتاعتي وحسب ما بحب الطعم. في ناس بتحب ملح هادي، ملح مظبوط، على حسب ما انت عايزه. ان شاء الله شايفين الجمال.